بالنسبه للحاله الصحيه ديال اللاعبين ديال حسنيه اكادير، فعندنا ثلاثه ديال اللاعبين اللي عندهم اصابات. كاين لاعب خنبوبي باش الجمهور الكريم يعرف الاصابه ديالو دابا، المهم راه تمات للشفاء، دابا راه كيتمرن مع الفريق، خصو شويه ديال الوقت باش يرجع للميادين، لان كان خضع لواحد اون انفلتراسيون كتسمى على مستوى لو طوندون داشيل، هو التراشيل اللي كتطلب واحد 4 الاسابيع يعني ديال الراحه. وهذا المهم جميع المراحل ديال العلاج ديال داك لو طوندون داشيل راه استوفاها، دابا راه كيدرب، يعني الاسبوع المقبل يقد يكون في الا بغى المدرب يستدعي راه ماشي مشكل، يعني من ناحيه خنبوبي. كاين بعد كما كيعلم الجميع في المقابله ديال المنتخب الوطني المغربي حرف الف ضد النيجر، تصاب بواحد الالتواء على مستوى الكاحل ديالو الايسر، مما استدعى اننا درنا فحوصات مدققه بجهاز اليرام، تبين ان عنده واحد لونتورس، يعني سي با غراف، لونتورس ستاد 1 كتستوي على جوج ديال لي زارتيكولاسيون، وكتستدعي واحد الراحه ديال اسبوع مع الترويض طبعا، وان شاء الله ابتداء من يوم الاربعاء المقبل غيبدا في التمارين ديالو. بالنسبه له بيلا كذلك راه الجمهور كيعرف كان تصاب مع المنتخب المحلي في احدى الحصص التدريبيه، وكانت عنده حتى هو واحد الالتواء على مستوى ديال الكاحل ديالو اون تورس مي غراد 2، استدعات انه يجلس واحد المده ديال 8 ايام مع الترويض، وراه رجع للتدريب ديالو، راه كتشوفوه دابا رفقه الفريق، يعني غدا ان شاء الله راه المدرب يقد يستعن به بعد الدقائق في المقابله. اذا هادو هما الاصابات اللي عندنا، ودابا اللي يمكن نقولوا اللي غايبين بسبب الاصابه هو بعدي وخنبوبي، ما عدا ذلك راه جميع اللاعبين في صحه جيده، وشكرا لكم.